درسنا اليوم سيكون حول les adjectifs démonstratifs اللي هما صفات الإشارة. عندنا فقط 4. نبداو أولا بلا définition ديال les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif accompagne le nom en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. L'adjectif démonstratif se place toujours devant le nom. كنستعملو صفات الإشارة للإشارة على شخص أو شيء بالتحديد، يعني باش نبينو شي حاجة. Il s'accorde en genre et en nombre، يعني هاد الصفات كيتبعو الاسم اللي موراه في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. عندنا 4 ديال صفات الإشارة. On a 4 adjectifs démonstratifs اللي هما ce, cette, cette, c'est. نردو البال ست عندنا جوج ديال لي ست، ولكن وحده كتكتب بان سول تي والاخرى كتكتب دو تي او، وكاين فرق بيناتهم. نمروا الان على شنو هو الفرق بيناتهم وفوقاش تنكتبو كل وحده فيهم. تنكتبو سو و ست افيك ان سول تي اذا كان الاسم الذي يلي، يعني الاسم اللي موراهم ماسكولين سينغولير، يعني المذكر المفرد. مثلا ce pantalon, cet ordinateur. لكن هنا كاين فرق بيناتهم، انتبهوا معايا مزيان. إذا كان الاسم masculin singulier مفرد مذكر ويبدأ ب une voyelle يعني حرف علة، فتنكتبو cet عوض ce. حروف العلة هي 6 A, E, I, O, U, Y. وتنكتبو ست CE دو TE للإشارة إلى الاسم المؤنث المفرد. يعني إلا بغينا نبينو واحد الشيء، واحد الاسم اللي هو féminin singulier المؤنث المفرد، دائما تنكتبو ست. عندنا مثال في الصورة ست فيست، إذا ست كنستعملوها féminin singulier. والإشارة الرابعة اللي هي CES تنكتبوها بالنسبة للجمع سواء كان ماسكولين أو سينغولير، يعني سي كنستعملوها بالنسبة للجمع المذكر والجمع المؤنث. مثلا سي فيست سي بونطالون سي اورديناتور. نمرو الآن لبعض التمارين باش تفهمو مزيان. كومبليتي افيك سو ست أو سي. هنا عندنا فقط 3 إشارات، ما عندناش سي افيك ان سول تي. عندنا كوتو حداه بين قوسين ام يعني ماسكولين يعني مذكر. كوتو هنايا الاسم اللي باغي نشيرو ليه فهو المفرد المذكر، حيث ما عندنا حتى شي علامة ديال بلوريال، حتى شي علامة ديال الجمع، يعني غادي نستعملو سو كوتو. شاز فيمينا يعني المؤنث، كذلك ما عندنا حتى شي علامة ديال الجمع، يعني غادي نستعملو صفة الإشارة التي تدل على المؤنث اللي هي ست. كارت حتى هي فيمينا المؤنث وما عندنا حتى شي علامة ديال الجمع، يعني أيضا غادي نستعملو ست كارت. ست شاز كارت. بال c'est un nom féminin يعني المؤنث، ولكن هنا عندنا اس التي تدل على الجمع، إذن الجمع المؤنث سوف نستعمل CES. billet c'est un nom masculin مذكر، ما عندنا حتى شي علامة اللي كتدل على الجمع، إذن غادي نستعملو صفة الإشارة التي تدل على المفرد المذكر والتي هي ce billet. Histoire c'est un nom féminin، عندنا لو اس التي يدل على الجمع، إذن الجمع المؤنث غادي نستعملو CES ces histoires. Compliment c'est un nom masculin المفرد المذكر، غادي نستعملو l'adjectif démonstratif الذي يدل على المفرد المذكر اللي هو، جاوبوني، اللي هو ce compliment. écharpe اسم مؤنث
ما عندناش العلامة التي كتدل على الجمع، إذن 7 écharpes 7 écharpes.